يلا ريس. طيب الأول قولي لنا بقى دورك في مسلسل ذات. مسلسل ذات ان شاء الله هيتعرض في رمضان، وانا بقوم فيه بدور ربة اسره عاديه جدا في فتره الخمسينات ايام ما كان الستات ما بيشتغلوش، ما بيخرجوش من بيوتهم، وعندي ولاد وبنت بربيهم، وانا فتره الخمسينات كان عندي بتاع 20 سنه، اكبر 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 لغايه ما يبقى عندي 80 سنه، حوالي 2011 2012. مبسوطه جدا ان انا بالمسلسل دوت اتعرفت على كل الازياء اللي كانت في الفتره من الخمسينات لغايه ال 2012. الشعر ازاي، اللبس ازاي، المونتاج ازاي. كنت دايما اشوف الناس دي في الافلام، ممثلين في الافلام، اقول الله لبسهم حلو وشكلهم حلو، لغايه ما جالنا المسلسل ده بقينا نلبس اللبس ده. ومبسوطه ان انا عملت بروفه على العجز عشان اعرف هيبقى الشكل ايه لما يبقى عندي 80 سنه، ابقى مستعده. اما مبسوطه قوي لما بعمل، احنا دلوقتي بنعمل بروفات عجز لسه ما صورتش فيها، بس مبسوطه جدا عامله بروفه العجز، لاني بحس ان الدنيا فانيه وانها جناح بعوضه وانها ما تساويش حاجه، يعني ده هيبقى شكلنا في المستقبل، فالدنيا ما تساويش حاجه، وان كل وقت وليه اوان، وان مفيش حاجه بتستخبى من ميعادها. وبصور نفسي كتير جدا وانا بالشكل بتاع العجل. انا مبسوطه اني بشتغل مع كامله ثالث مره، عملنا مع بعض فيلم عن الست، عملنا مع بعض سيت كوم 6 ميدان التحرير وذات، ونجحنا مع بعض جدا في الصيف، فان شاء الله برضه ننجح مع بعض في المسلسل ده. لما يجي سمحة والسنة دي بقدم في رمضان مسلسل كمان اسمه البلطجي خالد الحجر، ومسلسل كيكة على عالي إخراج الأستاذ نادر جلال. مبسوطة جدا إن نتعامل مع الأستاذ نادر جلال مع بعض، لأن هو مخرج مهذب محترف شاطر متواضع، وبيجيد التعامل مع الممثلين.